اعمل ايه في الفيزياء، اسمع مين واحل ايه واعمل ايه بالظبط، لان انا تايهه. باختصار الشديد قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا. الفيزياء مادة محتاجة فهم اكتر ما هي ما محتاجة حفظ بكتير، والكلام ده انت عارفه على مدار السنة كلها. طيب مطلوب منك هتعمل ايه في ليالي الامتحان عشان تضمن ان انت ان شاء الله تقفل المادة وتعوض العك اللي انت عملته في العربي. طيب كمان عايزة اناقشك في حاجة، وهو ايا كان اللي انت عملته في العربي فانت مش لوحدك، انتوا كلكوا يعني اغلبكوا عك، تمام، ما عنديش مشكلة. ولكن الفكرة كلها ما تحطش على نفسك حتة اصلا انا اللي ما كنتش بذاكر من اول السنة، اصلا انا اللي عملت، اصلا انا اللي سويت. خلاص اللي فات مات، حليت كويس حليت وحش، الامتحان عدى، عوض في اللي جاي. حط في دماغك تارجت ان انت تقفل اللي جاي. هتقول هي الفيزياء والكيمياء دول بيتقفلوا اصلا؟ هو مش عارف التاريخ ده بيتقفل اصلا؟ بيتقفل عادي، كل المواد دي بتتقفل عادي. فحط تارجت لنفسك ان انت تقفل كل المواد اللي جايه. طيب دلوقتي انا عشان اقفل الفيزياء اعمل ايه؟ قوليلي كده 1 2 3 4 عشان اعملهم وادخل اجيب درجة كويسة. اول حاجة هتمسك الباب، مثلا باب اول وتاني مع بعض، تمام. هتذاكرهم الاول من الكتاب، تمام، هتذاكرهم كويس قوي من الكتاب. بعد كده هتقرأهم من ورق المفاهيم، وهتعلم يعني القوانين اللي مش هتبقى موجودة في ورق المفاهيم هتعلمها بايه، ان انت هتحفظها بس بحاجة صغيرة. يعني مثلا انا عندي في كليتي لما ببقى عايزة احفظ تعريف يعني تعريفات كتيرة لاسماء علماء مختلفين، فبعلم اسم العالم بكلمة من التعريف، تمام. فانت اعمل كده. القانون اللي مش موجود، يعني مثلا الباب الاول، هنمسك الباب الاول. انت دلوقتي الباب الاول ذاكرته كويس قوي من الكتاب ولقيت فيه قوانين مش موجوده في ورق المفاهيم، دي بس اللي تتحفظ، ما تحفظليش كله، كده كده ورق المفاهيم معاك، فما نضيعش وقت وخلاص. طيب يا نور، انا كنت قبل كده سمعت الاول والتاني وسمعت النص التالت وما كملتش، اعمل ايه؟ هقول لك اسمع الرابع والحديثة والنص التالت اللي فايتك ده كلهم في يوم واحد، تمام. هتسمع جزء وتحل عليه شوية عشان تثبت الفصل ده، تمام. بعد اللي انت كنت مذاكره قبل كده او سمعته قبل كده ما تسمعوش تاني، تبقى غبي لو ضيعت وقتك وسمعته تاني. طيب بعد كل اللي انتي قلتيه ده برضو اعمل ايه؟ اول حاجة الباب اللي انت سمعته قبل كده ما تسمعوش تاني. تاني حاجة الحاجات اللي انت ما سمعتهاش هترجع وتسمعها. بعد بقى يا ستي انا سمعت المنهج كله، اعمل ايه؟ هتروح ماسك الفصل الاول تقرأ التعريفات كويس، تربط القوانين بالتعريفات، القوانين بالتعريفات. النظري مهم، اللي يقولك النظري مش مهم، لا النظري مهم. ربط كله ببعضه وربط الابواب ببعضها. وشوف ليالي الامتحان مع عبد المعبود كويسة جدا، مع مستر كرولوس كويسة جدا، مع محمود مجدي كويسة جدا، ومع هنذاكر اونلاين كويسة. كل المدرسين كويسين عشان محدش يقولك لا اصل ده اسئلته اللي بتيجي في الامتحان. مفيش العبط ده، تمام. اللي انت بترتاح معاه اسمع منه، مش مشكلتي. مشكلتي دلوقتي ان انت مطلوب منك تذاكر الاول لوحدك قبل ما تسمع اي حاجه. وما تقوليش اصلا انا بسمع لايفات الحل. انا عايزاك تحل، حدد مده وحل. كان في لايف مش لايف فيديو لمدته ساعه، دكتور هوبا بتاع الاحياء كان عامله على يوتيوب في دفعه 2023، عباره عن الدوشه اللي موجوده في اللجنه عشان كتير قوي منكم اشتكالي منها، تمام. انا عايزاك تشغله بصوت عالي قوي في ودنك. الصوت ده، صوت الدوشه ده، ممكن احط لكم اللينك بتاعه تحت في اول كومنت، تمام. تشغله وانت بتحل لوحدك كده امتحان، تحدد وقت الامتحان وتبقى لابس ساعه كانك في لجنه، تمام. لو انت لجنتك ما فيهاش مروحه اقفل المروحه، عشان الفيزياء عايزه منك تركيز كويس قوي، كويس قوي 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 قوي. لازم تبقى لابس ساعتك وكل شويه تبص في الوقت، تمام. طيب انا دلوقتي قلت لك هتسمع مين وهتعمل ايه. يعتبر لو انت كنت ملخص قبل كده انصحك تذاكر من ملخصاتك دي. المكان اللي انت كنت بتذاكر منه كمل مذاكرة منه، ما تروحش لمصدر جديد، تمام. اهم حاجة ورق المفاهيم تقرأه 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 تقرأه. لازم تبقى عارف كل حاجة مكانها فين عشان ما تقعدش تدور عليها في اللجنة، تمام. بلس بقى، وهي اهم نقطة بالنسبة لي، احل ايه؟ ما تجيليش ليلة امتحان تقولي انا عايزة احل كتاب الوسام وكتاب نيوتن، قسما بالله هتعيط، تمام. كتاب الامتحان كويس جدا وكافي جدا، كتاب الامتحان والنماذج الاسترشادية. عندك وقت امتحانات السنين اللي فات، ولو انت كنت بتحل اصلا كتاب الامتحان على مدار السنة، انا بقول لو كنت بتحل عشان انا اعرف ناس لسه ما بتحلش اصلا، فكفاية عليك نماذج استرشادية وامتحانات السنين اللي فاتت. المهم انك تحل بايدك وتحدد وقت وتظبط اجواء اللجنة عندك في الأوضة، عشان خاطر امتحان الفيزياء غير العربي. العربي شوية نظري مفهوش مسائل، انما الفيزياء انت اشارة،
حرف غلط انت بوظت مسألة، بوظت اجابة. تمام. فركز كويس جدا، وركز على الباب التالت والرابع والحديثة، مهمين. تمام. الاول ما بيجيش منه كتير بصراحة، بس هو كتأسيس انا بالنسبة لي الباب الاول في الفيزياء ده مترتب عليه الباقي، فهو كده كده اساسي وسهل. تمام. وركز قوي على كرشوف 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 عشان ما تتلخبطش، حل عليها. وبس كده. وانا هبعت لكم برضو ملخصات ومدرسين على قناة التليجرام. ويعني والله مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا والله بدعي لكم على طول، وعارفه انك تعبت وجبت اخرك واهلك مش مساعدينك او مش داعمينك، ولكن انا معاكم، ان شاء الله خير. وبس كده. سلام.